طبعا كلنا بنحب ان البيت كله يبقى فيه ديكور جميل ومريح للاعصاب، وعشان المطبخ ده اكتر مكان بتحبيه وبتعملي فيه احلى اكل، تعالي اقولك ازاي تختاري ستاير المطبخ. قبل ما تدوري على الستاير المناسبه، اختاري الاسلوب اللي انت عايزه تعمليه في المطبخ، سواء كان مودرن او تقليدي او ريفي، واختاري الالوان والاشكال المناسبه اللي هتليق مع ديكور مطبخك، وطبعا تكون بتليق مع الحيطان والاساس. دي ميزانيتك لشراء الستاير واعتمدي عليها وانت بتختاري، وهتلاقي اختيارات كتير باسعار مختلفه ومناسبه لميزانيتك. وكمان هتلاقي الستاير الهاند ميد والستاير الجاهزه. اختاري خامه الستاره على حسب احتياجاتك في المطبخ. يعني الستاره القماش هتوفر لك خصوصيه، بس الستاير البلاستيك او الفينيل سهله التنظيف ومقاومه للرطوبه. قيسي مقاسات الشباك قبل ما تشتري الستاره، وتاكدي انها مناسبه لمقاس الشباك، واختاري الطول المناسب سواء كانت قصيره او طويله بناء على اسلوب الديكور الخاص بيكي. واخر حاجه معانا وظيفه الستاره. اختاري الستاره اللي تلبي احتياجاتك، زي التحكم في الضوء او الخصوصيه. كمان ممكن تختاري الستاير رولاب، وده طبعا على حسب التصميم والوظيفه اللي انت بتفضليها. اختيارك للستاير المناسبه هيعزز جمال مطبخك، وهيخلي مكان مريح وجذاب عشان تستمتعي بوقتك فيه.